النقطة البني من فوق ومن تحت، مش زي بتاع المحلات اللي بيبقى كله مية ودقيق ومش مفهوش نار من تحت عشان ما ينشفش، لكن بس كله بسم الله ما شاء الله اهو تحفة. الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض شوية رقاق طري للفطار، احلى من سندوتشات العيش الفينو. هنحتاج مع بعض كيلو دقيق، انا نخلة نصه، عايزة تعملي نص عايزة تعملي اكتر ضعف الكمية. الرقاق مش بيحتاج اي حاجة خالص غير بس اللبن الرايب، خلي بالك ان عليه وش بس مش كتير، بتعملي حسابه في السمنة، كوباية سمنة عشان الرقاق مش بتاخد سمنة كتيرة زي القرص. ودي حتة مرتة كانت عندي مكان ما مسيحة السمنة، بتدي طعم جميل في الرقاق. ورشة ملح، هنحط الملح في اللبن عشان يدوب. وادي الدقيق بتاعي. اللبن بقى حسب الدقيق اللي هياخد منك، انت مش هتحطي مثلا 2 كيلو ولا كيلو، الدقيق كل ما يشرب منك اللبن زوديه. ننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نعجن مع بعض. بسم الله. بص يا حبايبي العجينة خلاص اتلمت معايا اهي. هننزل بقى بالسمنة بتاعتي اللي فاضلة. الرقاق مش بياخد عجين كتير زي العيش ولا القرص، مجرد بس انك تدخلي حبة السمنة جوه العجينة كده وتلم معاكي خلاص. العجينة لمت معايا خالص اهي، شبه الملبن اهي. بصي طرية وناعمة، ولازم الرقاق يكون طري عشان مش ايه ما يتعبكش في الفرن. نلم كده مع بعض اهو. البودة بتاعتي طلعت نضيفة خالص اهي، كده العجينة تمام التمام. متنسوش بقى اللايك حبايبي لو وصلت معايا المرحلة دي. نخلص كده ونغطيها ونبدأ نقطع على طول ونسيبها ترتاح مرة واحدة. حبايبي هنبدأ نقطع مع بعض اهو كده، تضربيها كده وتكوني فاردة المشمع ده عشان الهواء ما ياخدش منك هوا كده معايا. بص يا حبايبي استنى كمان واحدة اهي. الحجم يرجع لك انت برضه، عايزة تكبري تصغري المقاس بتاعك انت. الشكل ده مبيبقاش حاجة اهي. بس دلوقتي كل ده بسم الله ما شاء الله اهو كده نغطيه كده على طول، وهنخلص الكمية كلها ونرجع لكم بقى لما نخلص في الآخر. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا المرحلة دي تعملوا لي لايك 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 كتير. يلا يا حبايبي نفرد الرقاق كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده سيبته ارتاح. لما تبص بسم الله احنا بنعملها كده نص فردة كده ونسيبها ترتاح برضو. تعملي كام واحدة كده وترجعي تاخدي ايه أول واحدة معاكي تمشي معاكي بسرعة. بس حبايبي الرقاق بتاعتي بعد ما كبرتها كده ايه. طبعا هو الرقاق اسمه رقاق يبقى نرهفه. اللبن بتاعي بيبقى ولع على نار عالية من الجناب، وتحت بيبقى واطي عشان الرقاق لو لسع بينشف معايا. بسم الله ما شاء الله تحفة. هتنعمل ايه لوحدها زي كده شوية كده حلوين مع بعض. نص تطريطة ونركن كده شوية ايه ونخلص الكمية اللي قدامي كلها.
بالمنظر ده. ناخد اول واحده بقى كده ايه ارتاحت معايا، نبدا ايه نكبرها نحجم المعجون. بس بقى ايه متخليهاش رغيفه من حته وتخينه من حته، لكنها زي بعض. اهم حاجه الاطراف ماشي كده بالشكل الحلو ده. نركن كده، ناخد واحده تانيه، ناخد الاولى الثانيه، نبدا ايه نخبز مع بعض كده. بطلتهم كده، يلا بصوا ايه رايكم؟ مسخسخه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. اديني خلصت الرقاق اهو، ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله، رقاق رقاق يعني. بصي من بره ومن جوه، النقطه البني من فوق ومن تحت، مش زي بتاع المحلات اللي بيبقى كله ميه ودقيق ومش مفيهوش نار من تحت عشان ما ينشفش. لكن بس كله بسم الله ما شاء الله اهو تحفه، من تحت زي فوق كله زي بعض اهو. حبيتي تعملي سندوتش للاولاد في المدرسه الصبح بالجبنه، مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اطعم من كده، وبايدي كنت عاملاه ببيتي. يلا بقى لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وشير، واللي ما اشتركش القناه يا جماعه يشترك فضلا وليس امرا، ونلتقي مع بعض فيديو اخر ان شاء الله.